يا صباح الفل والصباح الهنا والصباح الجمال على عيون احلى متابعين في الدنيا. حبايبي الغاليين، وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده راجعين لكم فيديو جامد جامد جدا يا بنات. فيديو خطير واول مره اعمله على قناتي. اتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم وينال اعجاب كل اللي هيتفرج عليه. متابعين موجودين معايا والناس الجديده لسه بتتفرج على قناتي، اتمنى ما تنسوش اللايك. حطوا اللايك وما تنسوهوش وحطوا كومنت جميل زيكم. واللي لسه اول مره تخش في قناتي اتمنى انها تشترك وتكبر عيلتي وتستناها معايا كده عشان عيلتي تكبر بيكم باذن الرحمن. احنا هنعمل النهارده محشي على الكانون. طبعا محشي الكانون ده حاجه لا توصف، يعني جماله حاجه 10/10. اول حاجه قلنا هنجهز معانا البطايه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. طبعا صحيت الصبح بدري وعملنا البطايه وما شاء الله تبارك الرحمن البطايه جميله جدا. ونضفناها وحطيت المرتب بتاعتها زي ما انا معوداكوا دايما، اللي هي البصل والفلفل الاسود والثوم والبهارات بتاعه اللحمه. وهنا بحط قرن الفلفل الطماطمايه والبصل. وزي ما انتم شايفين كده حطينا الايه البطه. وهنا ما شاء الله عملنا التقليه بتاعه المحشي، جهزتها برضو، جهزنا كل حاجه عشان نروح نلفي الايه المحشي. وهنا زي ما انتم شايفين يا غاليين عملنا قطعنا الكرنب وجهزناه. قلنا بقى نخرج بره المطبخ ونعمل حاجه جديده 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 لانج كده على قناتي. هتعملي ايه يا دودو؟ هنفرش ورا كده عند الارض ونقعد بقى. شايفين الخضره؟ شايفين الجمال؟ والله العظيم كانت قاعده ترد الروح. قاعده طبيعيه وحاجه 10/10 في الهواء الطلق كده والشموسه كده. وحاجه ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يديمها نعمه، اللهم امين يا رب. انا طبعا زي ما انتم شايفين جهزت خلطه المحشي وجهزت ورق الكرنب قطعته في الطبق اللي انتم شايفينه ده. وقلنا نقطع قرن فلفل سبايسي كده في قعر الحله بتاعه المحشي. احنا بنحب الحاجه يعني المحشي بالذات يكون حراق شويه. بيطلع جميل جدا والله يا بنات. طبعا القعده ورا ديت كانت حاجه مش كانت في الحسبان، يعني احنا صحينا الصبح مش في النيه اصلا. احنا قلنا النهارده هنعمل ايه، حتى انا كان نفسي اعمل اكل خفيف. البنات قالوا لا عايزين محشي ونعمله على الكانون. طب يعني ده مشوار جامد ده. بس قلنا يلا نسلمها لله ونستعد كده نقضي يوم حلو هناك عند الارض كده. يوم في وسط الخضره كده والطبيعه. وطبعا قعدنا نسمي الرحمن ونبتدي بقى مع بعض والكلام كلمه مع كلمه. تلاقي الوقت عدى كده والقعده تبقى جميله بامانه مش بتتعوض. وعملنا احلى كوبايه شاي واحنا قاعدين كده وقعدنا ايه ندندن مع بعض، انا والبنات. وما شاء الله تبارك الرحمن قعدنا نلف نستهدى بالله كده. والله يا بنات الخلطه دي كانت جميله جدا والقعده كانت اجمل. وشويه المحشي كانوا يردوا الروح، حاجه لوز اللوز. شايفين الصباع؟ حاجه 10/10. اوعى تنسوا اللايك، حطوا لايك يا بنات. حطوا لايك لاختكم بالله عليكم. احلى لايك يطلع من تحت ايد احلى متابعين واحلى جمهور واحلى عيله، وربنا يبارك فيكم يا رب وما تحرمش منكم كلكم. انتوا طبعا انتوا عيلتي التانية وانتوا اللي في ظهري واقفين جنبي دايما. وكلماتكم الجميله في الكومنتات هي اللي بتشجعني ان اعمل دايما فيديوهات اجمل واجمل باذن الله. ودايما اطلبوا دايما، يعني لو الفيديو عجبكم في الطبيعه انزل دايما واعمل لكم فيديوهات في وسط الارض كده والخضره. كل طلباتكم امام، انتوا بس امروا وانا انفذ. هنا بسبوسه كانت ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الحمد لله بعد العمليه فاقت وعدت على خير. كده كان بقى حوالي عن 15 يوم او 16 يوم ايام من العمليه، والحمد لله عدت على خير. هي عمليه اللوز بسيطه بس برضو الحمد لله. قلنا نعمل لها اكله حلوه كده تم بقى عضمها شويه. انا هي لسه ممنوعه من اكل الحاجات السخنه، بتاكله بارد جدا. بس هي حبيبه قلبي ماما طبعا قعدت تعمل معايا المحشي تلف معايا. ما تحرمش منهم كلهم يا رب. ورمية حبيبه قلبي، رودي هي اللي كانت بتصورنا، ده تصوير رودي بنتي. ربنا يخليهم لي كلهم ويشفيهم لي اللهم امين يا رب وينجحهم اللهم امين. هم في امتحانات اليومين دول، ادعوا لهم من النبي يا بنات ربنا يصلح حالهم وحال اولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب. وكلهم ينجحوا على خير يا رب، اللهم امين يا رب. قعدنا بقى نلف انا وبسبوسه كده لف ورق المحشي. ما خدش مننا حاجه المره دي ورق الكرنب. بس انا بتقول يا ماما اول مره نلف حله بسرعه كده. فبين القعده في الطبيعه كده بتفتح النفس وايه. يعني بجد كانت قعده حلوه، حاجه ترد الروح كده. هنا بنعمل انا وبسبوسه كل واحده تعمل صباع كده والدردشه بقى والرغي. اتمنى ما تنسوش اللايك يا حلوين وما تسرحوش مني. حطوا اللايك يا حبايب قلبي لاختكم كده عشان الفيديو يترفع باذن الله ويجيب اكبر قدر ممكن من اللايكات. كده زي ما انتم شايفين احنا عملنا حله المحشي بتاعتنا، خلصنا كميه الرز اللي احنا عايزينها. وقلنا بقى نحط ايه العرق بتاع ورق الكرنب على وش الحله كده. طب ايه السبب ان انا ما بحطوش في الحله لو انا بعمله على البوتاجاز؟
السبب ان هنا النار هتبقى عاليه شويه في الكانون، فعشان مش يفور ويخلي الحله تفور والمحشي يفك مني، قلنا لا نحط ده يبقى هو اللي على الوش بحيث الفوران يكون فيه هو، واللي تحت يكون ايه ساد. وهنا ولعنا الكانون بتاعنا وحطيت الشوربه زي ما انتم شايفين، وحطيت الطبق ده فوقه، وهو بسمله هو اللي كان مولع، طبعا ما بعرفش اولع، انا اولع للسمك بس، لكن الخشب الجامد ده يعني صعب شويه، بس هنتعود المره الجايه اللي هعمله ان شاء الله. والله العظيم يا بنات طلعت حله محشي حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن، طلعت جميله جدا جدا جدا، وكلنا يوميها اكل يعني ما شاء الله. البنات بيقولوا احنا عمرنا ما كلنا محشي بالحلاوه دي. هنا النار زي ما انتم شايفين موطيينها كده، شايفين ما شاء الله يا سيدي على الجمال، يعني حاجه انا مش قادره اوصف لكم جمالها. شايفين الجناب المتحمره دي كانت تحفه، اقسم بالله تحفه، لا لا طعم تاني طعم خيال. الكانون ده بيودي المحشي في حته تانية خالص خالص خالص، لا تقولي لي بوتاجاز ولا تقولي لي فرن ولا تقولي لي اي حاجه، لا الطبيعه والحاجه البلدي دي جميله جدا. كده طبعا كله قاعد مستعد بقى، واحنا ايه قلنا يلا بقى نسمي الله كده ونتغدى، احنا كنا جوعنا. والقعده هناك كانت حلوه، وقلنا هناكل النهارده نقضي اليوم كله هناك ايه عند الارض كده، والبنات كله قاعد مستني ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الدخان النازل كده وطالع كده لا حاجه، انا جوعت، انا بامانه جوعت، انا وانا بتفرج جوعت، انا عايزه صباع محشي من ده. كان يوم جميل جدا، وكان طعم المحشي يجنن. فضيته كده على الصينيه زي ما انتم شايفين عشان يبرد بسرعه، ان كله جعان طبعا. وهنا انا كنت حمرت البطايه بتاعتي، انا بقى عملت البطايه على البوتاجاز هناك في المطبخ وحمرتها، وقلت نيجي بقى ايه نكمل اكل هنا. وجبت الحاجات بتاعتي والشوربه وكل حاجه، وقلنا هنقعد نقضي اليوم كله هنا. تعالوا اتفضلوا بقى معانا كلوا احلى شويه محشي، حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه لوز اللوز. حمودي ماسك الجناح بيستفرد بالجناح جعان. الف هنا وشفا يا عيون ماما، ربنا يجعله في منازل العافيه يا رب، والف هنا وشفا لكل اللي كل. يا ريتكم قريبين مني يا جماعه، كنت عزمتكم كلكم. وطبعا لازم القعده الحلوه دي تختم باحلى كوبايه شاي عملناها كده على الايه، على الحطب، حطيناها في الكانون كده، والله طلعت شويه شاي ما شاء الله. انا بعشق الشاي على الحطب، جميل جدا، يعني احنا عشنا يوم فلاحي كامل متكامل. عملنا الاكل على الكانون وعملنا الشاي برضو في الكانون، وكان هناك عند الارض، وكان يوم جميل جدا بعيد عن المطبخ وبعيد عن البيت، قضينا اليوم كله بره البيت. وقعدنا طبعا لعند المغربيه زي ما انتم شايفين كده بقى، خلاص المغرب هيأذن، والجو بدأ ايه بقى يضلم، بس قلنا نوريكم كده ساعة الغروب كده وساعة الايه، خلاص يعني الجو بيقول يلا الليل داخل علينا. حتى انتوا شايفين الحمام والعصافير كده مغادرين رايحين يناموا، واحنا كمان كنا رايحين ننام بس رايحين بيتنا يعني مش رايحين ننام. بس قلنا نصور لكم الايه الغروب واحنا ماشيين كده. كان يوم جميل جدا وكان يوم ممتع، واتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى ما تنسونيش باللايك والكومنت الجميل والاشتراك للي لسه اول ما تتفرج على قناتي، واشوف وشكم على خير يا رب، مع السلامه.